رأينا كما رأيتم للأسف في وسائل الإعلام زيارة واحد مؤثر يسموه أمريكي. لو كان نقول لك كافر ونجس وكذا هذه باينة، ولكن مش مشكلة تم، لأنه قادر يكون كافر يكون عنده محتوى محترم يعد تاع صناعة تكنولوجيا، يعطينا إضافة، يورينا كيف نخدموا السيارة، يورينا كيف نخدموا السلاح باش نجيبوا التقنية. لأنه المشكلة تقعد تستورد بارك ماهوش حل. المشكلة ليست هنا، والله المشكلة تدري أين؟ ردود أفعال الناس رجالا ونساء. يا جماعة سبحان الله، السيد يجري كالمجنون، هم يتبعوا فيه كالمجانين، كأسراب الطير، كالخفافيش وكالجراد المنتشر، وطلبة وطالبات وكبار وصغار ونساء. يا جماعة هذه عاداتنا وتقاليدنا يعني لهذه الدرجة؟ وعلاه أنت تقول أنا عندي النيف؟ لو كان واحد يشوف بنتك والله يهضر مع مرتك هضرة عيانات باك تقول مستعد نقتل، ويجي واحد كما هذا تستقبله النساء بالرقص والزغاريت. ماذا أتى ليقدم؟ يعني حبيت نفهم برك. يعني في الحقيقة وأنا أرى هذه المشاهد المخزية للأسف، تذكرت قول الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله عندما قال: ولو ظهر في هذا الزمان من يدعي النبوة لوجد على ذلك أتباعا، مع علمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. كان يجي واحد يقول أنا نبي يقدر يتبعه. هم كاين صارت في الهند وصارت بارتو، دع النبوة يجد أتباعا. وتذكرت من أشراط الساعة المسيح الدجال. أجمع المسيح الدجال في سنن ابن ماجه بسند صححه الألباني وغيره أنه أعظم فتنة في تاريخ البشرية منذ ذرأ الله آدم إلى آخر الزمان، المسيح الدجال. وقال النبي عليه السلام: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وإنه خارج فيكم لا محالة. كي تقرأ الأحاديث وتشوفه أعور ومكتوب كافر، ويعني شكله يعني مخيف، ويدعي النبوة ويدعي الربوبية ويدعي كل شيء، يجد أتباعا. لا تتعجب بعد ما شفنا وش صار في هذا الرجل الذي يعني ما نسموه رجل ذكر الذي جاء إلى الجزائر. جيب رجل فاسق كافر، تلميحات وإيحاءات جنسية وحركات ساقطة، وإنسان ما يقدم شيء، محتوى هابط وأمريكي وكذا، والآخر يعيث في الأرض، يروح حتى للصحراء وين المحافظة والتدين وكذا، يبدأ من الجنوب كأنه يتحدانا ويجي طالع للشمال ويحيي يعني يدور. سبحان الله، ذكرت كما كان مسيح الدجال كيف يجري في الأرض. وكنت أتكلم مع واحد زميل يعني الشيخ عمران، قال لي: يا شيخ إذا كان المسيح الدجال على الأقل عنده خوارق، المسيح الدجال علاه يغر الناس؟ يحيي الموتى، عنده نهران، نهر بارد ونهر حار، يقول للأرض أنبتي أخرجي نباتك تنبت، يمر على القرية تامن به يوليو الشياه نتاعو حسمان والزرع أو الفاكهة، يحيي الموتى، عنده جنة ونار. هذا إذا غر الناس وتبعوه وادعى الربوبية وقال أنا ربكم، كاين اللي آمنوا صدقوا، إذن ما نتعجبوش. عنده خوارق للعادات البشرية. هذا كيف استطاع أن يكون هذه يعني الشريحة الكبيرة الواسعة من المتابعين؟ هذه القاعدة هذه حبيت نقولها. كيف استطاع أن يكون هذه القاعدة من المتابعين في المسلمين والمسلمات؟ طفلة تتبع واحد كما هذاك، طفلة جزائرية، بويك راجل أمك امرأة جزائرية حرة، تبعيه صافي راك تفتح الفيديو تاعو. أنا مش عارف شنو يديره، أنا بنيت على السلوكات تاعو التصرفات تاعو، ما شفتش كل شيء، وزيد قالوا لي بلي محتوى هابط وكافر على بال كفار. أنا دائما نقولها تلاميذي، نقول لهم: يا ناس الكفار أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهذوك ما عندهمش حاجة اسمها عورة، ما عندهمش حاجة اسمها حرام، راك معايا ولا لا؟ كي يدير لك محتوى في داره ويدير لك تليفون، يدير واش دار؟ تي طفلة تفرجي حاجة كما هذه، وانت بويها تمد لها تليفون ودير لها الانترنت. شفت المسؤولية تاعنا وراها ولا لا؟ شفت القدوة الساقطة. باش يجينا واحد كما هذا يلعب على اللحن تاعنا، ويجي يستقبله نسائنا بالزغاريت وبالرقص. حنا رجعنا لزمن الجواري. تشطح انت لواحد كيما ذاك، شفتوش كيفاه ماسي؟ ماذا جاء يقدم؟ انا والله لدرك ما فهمش ماذا جاء يقدم. قال لك والله، وكنت مع واحد درك نشوف هكذا، قال لك زيارته في الجزائر حصدت 60 مليون مشاهدة. احنا من اللي بدينا المنبر والعياط اقصى فيديو وصلنا له 8 ملايين مشاهدة. 60 مليون دارها في زيارة خفيفة.
هذه. في الحقيقة أنا أرجو إن شاء الله تعالى ألا نرى مظاهر مثل هذه في بلادنا من جديد، لأنها مخزية، وإحنا رانا نخموا كيفاش نزيدوا نسقموا رواحنا وأخلاقنا وبلادنا ونافونسيو لقدام وننافسوا الأمم على التحضر الصحيح الحقيقي، مش التحضر الموهوم والفجور والانحراف. احنا ماذا بينا شبابنا وبناتنا يقتديوا سيدي بالناس المحترمين، حتى لا اقول المتدينين سيدي. تجي تقول اقتدوا بأسامة بن زيد وخالد بن وليد وصفية وحفصة وجويرية وزينب وعائشة والرميصاء. كتهضر انت على زيك بكري والصحابة وهذوك الصحابة يا سيدي، خلا ما قلتلكش عائشة، على الأقل اقتدوا بالمحترمين يا شباب.